اوكي راح نشيل هيدا عشان نبينوا لكم. إن شو نعمل إنه ناخد عشاء هيك خفيف لأنه تغدينا في الدمشقي. يا صباح النور، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين. كيفكم؟ ان شاء الله مناح، اموركم منيحه. بعرف انه مقصره كتير وبتاخر عليكم، بس معلش اليوم حبيت شارك معاكم قصص اجتنا من سونتر بوينت. هيك بظن هو فردين مفرد واحد، بس هذا اول واحد وصل. لما تطلبوا اونلاين في سونتر بوينت بيجيكم باسعار ارخص. راح تنظف. عم صور. فهدول نحن عندنا بالبيت، بس حبينا نضيف كمية اكتر لانه بيجوا حلوين. بيكون فيهم شمع، تمام، بيكون فيهم هون بتحط الشمعة، تمام. اوكي راح نشيل هيدا عشان نبينوا لكم. فبنحط فيهم الشمعة مثل ما قلت لكم، وبيجوا هيك منورين. هدول مغربي، هدول فوانيس مغربي. دايما اللي بتلاقيهم هيك طوال بيكونوا فوانيس مغربي ومزخرفين بهيدي الزخرفة. فعلى ما اظن طلبنا شيء 5. هذا اول واحد، هذا الثاني، نقص. بس كتغليف تمام، مغلفينه مشان ما يتكسر لانه فيه ازاز من هون، تمام. هاي الثاني وهي الثالث، اوبس، وهي الرابع. اوكي راح افتحهم وارجع لكم ليكم معي. فهايدن هنن، تمام. هاي بعد ما فتحتهم هايدن هنن، تمام. شي 5 جبنا، فعن جد بيجوا حلوين. فان شاء الله نهريهم بالهنا وصحة علينا وعليكم ان شاء الله بالعافية. مساء النور، مساء الورد، مساء الياسمين. هلا اجينا على مطعم الدمشقي لنتغدى، تمام. هذا هو المطعم كيف عامل. هذا في الطائف. بسم الله توكلنا على الله. نفوت هون، تمام، نتغدى ونروح على مكة. يالي ما شاء الله تبارك الرحمن. راح اسلي هونيكي مغرب والعشاء، لانه في مرأة توفت، الله يرحمها ويغفر لها ويحسن لها. رايحين هلا لنعزي، تمام. المرأة اسمها قلت لكم اسمها عبير، الله يرحمه ويغفر له. ما تنسوا تدعوا له والله يغفر له ويرحمه. اوكي يلا نبلش. بسم الله توكلنا على الله. هلا بنات رح نتغدى. طلبنا كباب مع كبة السيخ. بسم الله توكلنا على الله. صح علينا وعليكم بالهنا والشفا. احلى مكان في الطائف. بالنسبة لمطعم الدمشقي والله العظيم شي عنده روعة. هاي الكبة المشوية على معلش انا خلبطت في الورق لانه كنت عم بستنى ليجي الاكل. بالنسبة للكبة المشوية والله بتجنن، عن جد بتجنن. روعة 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 روعة. حتى العصير فيكم تختاروا نوعين من الفاكهة وبيعملوا لكم اياها سموزي. فما شاء الله تبارك الرحمن. كلها حرم إليها تقبل الأمم، ففي
كلها حرم إليها تقبل الأمم، ففي أرجائها الحسنات والبركات والنعم، مكة كلها حرم. تضاعف هنا الصلوات والبشرى لمن غنموا، وذلك من أمام البيت حتى الحد والعلم، مكة كلها حرم. مكة كلها حرم إليها تقبل الأمم، ففي أرجائها الحسنات والبركات والنعم، مكة كلها حرم. عطاء كل وبعد ما خلصت في الحرم طلعت على الأبراج وشربت شاي. ما صورت لكم للأسف لأنه كنت كلياتي مليانة مي وفيه برد وعم برتجف وكذا. كان يدوب يعني بدي بس أشرب شاي. فمثل ما شفتوا من خلال الفيديوهات يعني سبحان الله سبحان الله، ونيل كل شخص كان في الكعبة والمطر يعني أو الشتاء عم بتشتي عليه. سبحان الله سبحان الله على منظر انتوا شفتوا، بس اللي شاف يعني مباشرة ما شاء الله تبارك الرحمن. والحمد لله كنا من المحظوظين انه شفنا هاي الخيرات وهذا الجو العظيم ما شاء الله. الله يحمي الكعبة ويحمي بلد الحرمين ان شاء الله، ويحمي كل بلد المسلمين اجمعين. فعن جد كان إحساس كتير 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 حلو. أول مرة بشوف الكعبة بهذا المنظر الملكي العظيم. سبحانك ربي لا إله إلا أنت. والله منظر سبحان الله. ناس أو نسوان على فكرة عم تبكي وبتدعي وتلح وكلياتنا هيك. إحساس غريب يعني بتحس حالك كأنك انولدت من جديد. وفعلا فعلا أنا ماني متذكرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن المياه مياه الأمطار. والله ماني متذكرة الحديث، يا رب تسمح لي ويا رب ذكروني قولوا لي الحديث إذا بتعرفوه أنا نسيته. تمام. فعن جد بتحسوا إحساس جديد كأنكم ولدتوا من جديد. ونسوان كبيرة في عمر كبير وفرحانة بالأمطار عم تلعب في المطر سبحان الله سبحان الله سبحان الله أجواء. وبتشوفوا هيك طوب الكعبة هيك عم يغتسل وفخامة فخامة. الله يحيي كل واحد صنع هذاك الطوب وزخرفوا وزبطوا، ويحيي كل اللي عن جد بيقوموا وبيسهروا على طوب الكعبة. فعن جد كان إحساس كتير كتير حلو. صلينا اليوم يعني ما كان يعني تأخير في الصلاة، كان هيك استعجلوا لنا شوي لحسب الناس الكبار أو الناس اللي بدها تروح على بيوتهم أو كذا أو كذا، لأنه كان في سيول كتير في مكة.
فما شاء الله تبارك الرحمن. وهلأ راجعين على البيت، وكانت رحلة كتير حلوة. فهذا الشيء كان بسبب السيدة اللي توفت، الله يرحمها ويغفر لها ويحسن إليها ويرحمنا يغفر لنا، الله يغفرها ويجعل مثواها جنات الفردوس أعلى ويصبر أولادها. سبحان الله. عن جد الله يرزق كل واحد عمره، وكل واحد يعني هي بس منظر، يعني انك بس تفتح عيونك وتشوف الكعبة هيك، سبحان الله، احساس، والله احساس ان شاء الله الله لا يحرمنا منه ولا يحرم من اي حدا بده هذا المنظر. بحبكم كتير، بحاول شارك معاكم لو ماكسيموم. هلا رايحين مثل ما قلت لكم على البيت، وراح اكفيكم اخر شيء للاخر، وإلكم تصبحوا على خير بعد ما اوصل ان شاء الله. وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس، ونوصل ان شاء الله 2000 او 3000 او 4000 بيكم وبدعمكم. بحبكم كتير. وهي وصلنا الحمد لله. بس اهم شيء انه شو نعمل، انه ناخد عشاء هيك خفيف، لانه تغدينا في الدمشقي وحليت بكنافة ما شاء الله تبارك الرحمن. وهلا اخذنا شاورمتين تمام، رح ناكلهم بالصحة علينا وعليكم بالعافية. بسم الله توكلنا على الله. بس طعم هذا عن جد بجنن. هاي هي شاورما، هذا بيبيعها كتير حلوة على الفحم وخفيفة. ها مساء النور، مساء الورد، مساء الياسمين. كيفكم؟ ان شاء الله مناح، اموركم منيحة. نتمنى تكونوا مناح وبصحة وهنا ان شاء الله. مثل ما بتعرفوا البارح كنا في مكة، صار في مطر ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم بارك. وهلا هون في غيوم ما شاء الله تبارك الرحمن، فأكيد رح نتوقع إن شاء الله إذا الله كتب أمطار. اليوم إن شاء الله أكيد ما طلعت من البيت في الصبح وهيك شيء. هلا رايحين نشوف الجيم، أي جيم هون قريب يعني يكون حلو، لأنه أنا الجيم اللي كنت بروح له للأسف هو بعيد عن المنطقة اللي انتقلنا فيها. وبعد إن شاء الله رايحين على صاحب الستاير وسوق البلد، وبعد على دكتور التقويم، لأنه ما قلت لكم هديك اليوم شو قال لي دكتور الفك والدكتور ونعمة الدكتور. شو اسم الدكتور؟ والله ماني متذكرة. مرتضى في مستشفى الألماني، اختصاص جراحة فك. يعني دكتور ونعمة الدكتور قال لي انه لازمك تقويم، لانه عندي انزلاق فك. الناس اللي عندهم انزلاق فك، اللي عندهم تسكيرة الدم، بيسكروا لتحت وما بيعودوا، الأسنان بيبينوا لتحت، فأكيد رح يكون عندهم المشكل مثل مشكلي، لأنه عندي انزلاق غضروف في الفك، فلازم الفك يرتفع لفوق. رح يرتفع على ما أظن مثل ما قال الدكتور بالتقويم. وأنا بيصير عندي طنين في الإذن، فهو من الفك مو من الإذن، لأنه أنا فحصت في الإذن فلقيت المشكل في الفك، لأنه هو بيضغط على الأعصاب. تمام. فمثل ما قلت لكم بعدها رح نروح على المصحة مشان نشوف شو رح يقلنا صاحب التقويم، هل رح يعمله من فوق ولا من تحت ولا شو. والدكتور اللي قلت لكم مرتضى ما عطاني ولا أدوية ولا شيء، قال لي ما تحتاجي عليكي بالتقويم. فأول مرة دكتور، أو لا مو أول مرة، في دكتورين، واحد زرته بالمغرب هذا تبع الإذن، واللي حكى لي على المشكل قال لي لازم تروحي على تقويم الأسنان. علاجك تقويم الأسنان، لا علاقة بالأدوية والمرحمات والكذا والكذا. وكنت رحت واحد على جدة كان قال لي أعطاني هيك مثل طقم للأسنان بيتركب بالليل لصرير الأسنان، بس ما بيعالج. صار عندي اعوجاج في الخد فبطلته، وبعدين غيرت الدكتور مع احترامي للدكتور، لأنه إذا بدكم تعملوا هاي القصة لازم تكونوا مداومينه ما تتماطوا. شوف شو رح يحكي لنا، وإن شاء الله خير يا رب، وأنتوا معي. بس الجو عن جد حلو، حتى ما حطيت واقي شمس نسيته.
ماشيين على 24 ساعة، وحتى الكوتشات ما شاء الله تبارك الرحمن عليه. فالجيم هو بيكون في هاي الخشات اللي هون. يلا بسم الله توكلنا على الله. الخاتم تبعيتي، وهلا رايحين. كان بدي اروح على دكتور الفك مثل ما قلت لكم، بس الله ما كتب. فهلا رايحين على ايكيا عشان نشوف هيدي الخزانه تبع الاحذيه. تمام، وبعدين بنشوف شو رح نعمل ان شاء الله. بكره بروح ان شاء الله على الفك، لانه هلا صارت الساعه 8:30 يا دوب هيك نلحق بعد في نصف ساعة، يعني 9 بنكون هنيكي يا دوب نستنى الدور. وما رح تزبط، ما بعرف إذا رح يتسجل صوتي كتير منيح لأنه المايك تركته في البيت. بس تمام، الجو كتير 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 حلو وناعم، وهيك نسمة هوا ما شاء الله تبارك الرحمن. بتمنى تكونوا منيح وأموركم كلها منيحة ومبسوطين. الله ييسر لكم وييسرنا أجمعين. هاي جينا على ايكيا، عم نستنى الدور دقيقة. خلاص وصلنا. نصور لكم ورا هاي شو اسمه هون. ففي عندهم مطابخ كتير حلوة على فكرة، بس ما بعرف، بحس انه الخشب هل هو كواليتي ولا لا، بس بقصص عندهم كتير حلوة. على سوبر ماركت الدانوب، عم ندور على المشمش. رحنا على ايكيا مثل ما صورت لكم، بس ما لقينا هيدا تبع الاحذية الله يعزكم. فهلا جينا على الدانوب، اخذنا البسكوت العلق وعم ندور على المشمش.